وفي يوم من الأيام تبدأ قصتي. يوم ما قررت إني أكمل دراسات عليا لطبيعة شغلي، وفعلا رحت قدمت وقبلت الحمد لله، ولقيتني في وسط مجموعة من الطلبة مكونة من 10 أفراد، منهم علي أول طالب عيني جت عليه في أول محاضرة. كان شاب طويل ووسيم وشكله محترم جدا. بعد ما خلصنا المحاضرة اتعرفنا على بعض وأخدنا تليفونات بعض عشان يسهل التواصل بينا، وبطبيعة الحال عملت أنا الجروب وبقيت حلقة الوصل بين الدكاترة وبين باقي زمايلي على مدار الترم. في خلال الترم الأول زادت العلاقة بيني وبين زمايلي العشرة، بس كنت مقربة أكتر لبسمة وعلي. بقينا أصدقاء مقربين جدا، كنا بنخرج سوا نسهر ونتكلم، وكانوا جدعين جدا الصراحة. وزادت العلاقة أكتر لما توفى والدي بعد تسجيلي الأول سنة من الماجستير. صراحة ما سابونيش ولا لحظة، كانوا معايا في كل خطوة، وأنا في المقابل كان عندي استعداد أديهم روحي من كتر معزتهم عندي. أنا كده عندي فرط مشاعر. المهم مع الوقت بدأت أنجذب لعلي بسبب مساعدته ليا ووقفته جنبي لما بابا كان تعبان، بس المشاعر دي ما تخطتش حتى ملامح وشي. أي نعم قلبي رهيف وبحب على نفسي، بس بعرف أتحكم